يا صاحبي لو قعدنا نتكلم بصراحة ومن غير زعل هتلاقي ان كلنا بنمر بفترات في حياتنا بنحس فيها ان احنا بعيد قوي عن ربنا. يعني ممكن تكون بتصلي كل يوم في ميعادك، بتقرأ قرآن، بتذكر ربنا، وفجأة بوم هتلاقي نفسك قصرت. يمكن الصلاة بقت تقيلة والقرآن بقى عليه تراب من كتر الركنة، أو حتى بطلت تدعي زي زمان. أحب أقولك إن دي اسمها الانتكاسة، ودي حاجة بتحصل لكل واحد فينا. يعني أنت مش لوحدك، أصل إحنا بشر مش ملايكة، وطبعا كلنا هنقصر وهنغلط. بس المهم إزاي هتقوم تاني وإزاي ترجع لربنا بقلب صافي، وده اللي هنتكلم عنه النهاردة. طب ايه هي الانتكاسة اصلا؟ الانتكاسة هي انك تحس انك رجعت خطوة لورا في علاقتك مع ربنا. كنت بتصلي السنن وفجأة بطلت، كنت بتقرأ وردك اليومي من القرآن وتلاقي نفسك نسيت آخر مرة فتحت فيها المصحف كان امتى. كنت بتحب تدعي وتحس انك قريب من ربك، دلوقتي بتحس ان قلبك تقيل ومش عارف تتكلم مع ربنا. هي دي الانتكاسة، ودي حاجة زي البرد كده وبتيجي لأي حد حتى القريبين من ربنا. بس عارف الانتكاسة دي مش نهاية العالم، هي زي ما تقول كده انها اشاره من ربنا ان في حاجه محتاجه تتصلح في حياتك. يمكن بقيت مشغول قوي، او في ذنوب صغيره اتراكمت عليك والدنيا خدتك من ربنا. المهم انك تعرف ان ده شيء طبيعي. النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون، وده معناه ان كلنا بنغلط وهنغلط، بس افضل ناس بتخطئ هم اللي بيرجعوا لربنا. طب ليه بنقع في الانتكاسة؟ قبل ما نعرف ازاي نرجع لازم نفهم الاول بنقصر ليه. في اسباب كتير ممكن تخليك تحس انك بعيد قوي عن ربنا. ممكن تكون الدنيا ومشاغلها، يعني مثلا الشغل، الدراسة، الاولاد، الفلوس، المشاكل، كل ده بياخد من وقتنا وبيسحب طاقتنا. بتلاقي نفسك بتجري ورا الحياة وتنسى انك تقف لحظة مع ربنا. وممكن يكون الشيطان، الشيطان مش هزار، دي شغلانته الأساسية انه يبعدك عن ربنا. بيجي يزين لك الكسل ويقول لك بلاش تصلي دلوقتي، شوف الفيلم ده الأول، أو الذنب ده صغير كده عادي يعني. ومرة في مرة فجأة تلاقي نفسك غرقت في حاجات ما كنتش متخيل إنك تعملها. وممكن برضو بسبب الذنوب الصغيرة. الذنوب الصغيرة عاملة زي النمل بالظبط، لو سبتها تتراكم هتلاقيها بتملى كل حاجة في حياتك. نظرة هنا، كلمة هناك، غيبة، كدبة صغيرة، كل ده بيبعد قلبك عن النور. وبرضو ممكن يكون ضعف الإيمان. أحيانا بتحس إن إيمانك ضعيف، يعني ما بتحسش بنفس الحلاوة لما بتيجي تصلي وتقرأ قرآن زي الأول، وده بيخليك تقول خلاص ما أنا كده كده بعيد، ليه أحاول؟ وممكن على فكرة تكون البيئة اللي حواليك، لو الناس اللي حواليك بعيد عن ربنا أو بيعيشوا حياة مليانة مشتتات، صعب إنك تكون لوحدك اللي ماشي على الطريق المستقيم. البيئة بتأثر عليك إذا كانت إيجابي أو سلبي. على فكرة الانتكاسة دي حاجة طبيعية جدا، بس إزاي نقوم تاني؟ المهم دلوقتي مش إنك وقعت، المهم إنك إزاي هتقوم تاني. ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. يعني مهما عملت ومهما بعدت عن ربنا، ربنا مستنيك ترجع برضه، والباب مفتوح أي وقت، والرحمة موجودة في كل الأوقات. يلا نشوف مع بعض خطوات عملية هتساعدك ازاي ترجع لربنا وكمان تتغلب على الانتكاسة. 1. خلي نيتك صافية. أول حاجة تقول لنفسك أنا عايز أرجع لربنا بجد. النية دي زي المفتاح اللي بيفتح كل الأبواب. لو نيتك مخلصة ربنا هيسر لك كل الطريق. قول في قلبك يا رب أنا عارف إن قصرت بس عايز أرجع، ساعدني يا رب. 2. لازم تتكلم مع ربنا ولازم تصدق إن هو كمان بيسمعك. الدعاء هو أقوى سلاح عندك، ولله المثل الأعلى والأعظم، بس اتكلم مع ربنا كأنك بتتكلم مع واحد صاحبك. قول يا رب أنا تايه، أنا قلبي تقيل، حسسني بنورك تاني. مش لازم الكلام يكون منظم أو زي اللي مكتوب في الكتب، المهم إنه يطلع من قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، يعني ادعي وانت متأكد إن ربنا سمعك. 3. ابدأ صغير. لو حسيت إن الصلاة بقت تقيلة وما بقتش عارف تقرأ قرآن زي الأول، ابدأ بخطوات صغيرة. يعني لو كنت بطلت تصلي ارجع صلي الفروض الأساسية بس، وبعدين زود السنة،
ولو القرآن بعيد عنك ارجع، حتى لو هتقرأ سورة الإخلاص بس ما تستهونش بيها، دي تلت القرآن. المهم تبدأ حتى لو شوية بشوية. ربنا بيحب القليل الدائم، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. 4. تتوب بجد. التوبة مش بس إنك تقول استغفر الله، لا، التوبة عايزة 3 حاجات. لازم تعترف بغلطك، ولازم تقول لنفسك بصراحة أنا غلطت في كذا وكذا. لازم تسيب الذنب، ولو في حاجة غلط بتعملها حاول تبطلها حتى لو صعب. جاهد نفسك إنك ما ترجعش للذنب ده تاني. خلي عندك نية إنك مش هتعمل الذنب ده تاني، حتى لو وقعت تاني توب، ربنا هيتوب عليك. 5. صاحب القرآن. القرآن هو نور القلب. لو بتحس ان قلبك تقيل افتح القرآن، حتى لو هتقرا صفحة واحدة. مش لازم تفهم كل كلمة، بس خلي كلام ربنا يلمس قلبك. جرب تسمع تلاوة بتاعت شيخ انت بتحبه زي الشيخ عبد الباسط او الحصري. الصوت الحلو بيخليك تحس انك في عالم تاني. 6. غير البيئة حواليك. لو الناس اللي حواليك بيبعدوك عن ربنا حاول تبعد عنهم شوية، او على الاقل خلي عندك صحاب كويسين يفكروك دايما بربنا. اتفرج على فيديوهات دينية على اليوتيوب، صدقني الموضوع ده هيفرق معاك قوي زي ما فرق معايا بالظبط. في شيوخ زي الشيخ سمير مصطفى والمهندس ايمن عبد الرحيم بيشرحوا الدين بطريقة بسيطة وبتوصل للقلب. 7. افتكر دايما الموت. الموت قاسي بس حقيقي. لو افتكرت انك ممكن تموت في اي لحظة هتحس انك عايز ترجع لربنا بسرعة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: اكثروا من ذكر هادم اللذات. يعني افتكر دايما الموت عشان تحس ان فعلا الدنيا دي مؤقتة، وفعلا هيجبرك انك تكون قريب من ربنا. 8. اعمل خير كتير. عمل الخير بيحيي القلب. لو بطلت تعمل حاجات كويسة جرب تاني. ساعد حد غريب، زور اهلك، تصدق حتى لو بجنيه، واعرف دايما ان الخير بيجيب خير وبيخليك تحس انك لسه فيك الخير. 9. استغفر كتير. الاستغفار زي الاستيكة كده، بيمسح الذنوب وينظف القلب. قول استغفر الله العظيم كتير في اليوم، مش بس لما تغلط، لا، حتى وانت ماشي في الشارع، وانت في المواصلات، حتى وانت بتشتغل. الاستغفار بيفتح باب الرحمة. 10. خليك صبور. الرجوع لربنا مش بزرار، ده بياخد وقت. هيجي عليك ايام هتحس انك مش عارف تقرب، بس ما تيأسش، ربنا بيحب اللي بيحاول. زي ما قال في الحديث القدسي: من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا. يعني لو قربت خطوة صغيرة ربنا هيقرب لك خطوات كتير. لو حسيت انك لوحدك افتكر الراجل اللي قتل 99 نفس وبعدين كمل 100، بس لما قرر يتوب ربنا قبل توبته لانه كان مخلص. القصة دي وغيرها كتير كفيلة ان هي تبين لك قد ايه ربنا رحيم مهما كان اللي عملناه. واسمع من اخوك، كل واحد فينا عنده رحلته مع ربنا. لو شفت حد بيصلي كتير او بيعمل خير كتير ما تحسش انك اقل منه، ربنا بيحبك زي ما انت. ما تستناش اللحظة المثالية. اوعى تقول لما احس اني جاهز هبدأ اصلي. هتفضل تستنى طول عمرك. ابدأ دلوقتي حتى لو مش مستعد. افتكر ان ربنا بيحبك. لو ربنا مش بيحبك ما كانش سابك تحس بالانتكاسة دي. الإحساس ده نفسه كفيل إنك تعرف إن ربنا عايزك ترجع له. وكده البوكش لخص وخلص. وكده انت عرفت إن الانتكاسة في العبادات حاجة طبيعية، ده لأننا بشر بنغلط وبنتعب وبننسى. بس اللي يفرق بين الواحد والتاني إنك تقرر هتقوم ولا لأ. ربنا مستنيك وبابه مفتوح. ابدأ بخطوة صغيرة، ادعي من قلبك، وخليك واثق ان ربنا هيوصلك للطريق. ربنا جل جلاله قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. يلا قوم نظف قلبك وارجع لربنا بقى، هو مستنيك. ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو علشان ده بيساعد ان الفيديو يوصل لناس اكتر، وتشاركني الثواب. وما تنساش تصلي على نبينا محمد في الكومنتس، واوعى تنسى تدعي لاخواتنا في الارض المباركة. سلام.